برغم ان الحلقه دي قديمه من 4 سنين، بس انا بالنسبه لي ده اخطر سؤال السنه دي. رامي جمال الملحن خلاص ما تتعاملش بيه. لا، رامي جمال الملحن مش هينفع يعرض على حد. بس مع احترامي بقى لكل المزيكا اللي اتعملت السنه دي، الكلام ده خطير. عارف ليه؟ تعال ناخد لفه كده مع رامي جمال. ثواني بس، ممكن ما نتسرعش؟ اتقل للاخر. خد دي. قولي حبيبي بصراحة ومشاعرك ليا سيبها، الدمعة اللي في عيونك عرفني ايه سببها. حلو تمام، يعني الراجل كده مش بيبخل بألحانه على حد، بس خلي بالك هو بقى لما بيجي يلحن لنفسه حط الرهان اللي انت عايزه، اللي جاي مجزرة. بصبر قلبي وبقول هي مستاهلة، يومين 2 وهنساكي وعيش بعدك. والفيديو عشان ما يبقاش طويل، اللي اتقال في الاول ده وانا بسكرول ما ينفعش ان انا كنت اعديه كده. يا ريت كلنا نمنشن لرامي ونمنشن للوسط الفني كله. انت بالنسبة لي مش حب في حياتي، انت كل حياتي فعلا افهميني. عشان هو بقى ملحن اساسا، فلما بيغني من الحانه فانت بتبقى قاعد مستعد، لانك بتبقى عارف ان اللي انت داخل عليه ده كارثه مش اغنيه. طبعا عرفت ده مين؟ ده تامر عاشور. ما كملناش، هي اختارت كده. بس استنى، انا مش جاي اكلمك عن تامر عاشور ده، انا جاي اكلمك عن تامر عاشور وهو بيلحن لزمايله. في حد ممكن يبقى مش قادر يعيش من غير ألم، في حد لو سابه اللي ظلمه يبقى هيموت من ندم. تامر عاشور في الاغنيه اللي هسمعها لك دلوقتي دي كان بيجرب، انت متخيل؟ كان بيجرب وعامل فيها مش شايف ومش عارف ايه معنى الحب، وعايش كل ايامك واحلامك في وهم وكده. الله. قبل ما اعرف بهاء، وقبل ما انا اصلا الحن، يعني قبل ما انا ادي لحن لحد. ازاي يعني؟ والله بجد قلبك يا حول الله بالتحديد ما كنتش عارف ان انت بتلحن؟ لا، انا زيك بالظبط، عايز اكمل اغنيه بس روح اسمعها، ولا اقول لك استنى خد دي اسمعها معاها. وشكلي بعيد في سبب انا فتحاني، حبيب قلبي انا روحي لقيت فرحة سنيني معاك. الحان تامر عاشور مش بس الحان جامده، هي بتعلق كمان في الذاكره. يعني انا فاكر الثانيه والدقيقه والمكان اللي سمعت فيه اول مره ذكريات كدابه، وانا متاكد ان في ناس زي كتير. مش هنساك علشان خلتني عشان اعرف وانت فايتني، بعد الحب ده كله تقولي هو ده قلبي وهو قرار. فرجاء اخير كده للفنان، ممكن ما تتعاملش معانا معامله كاس الامم او المونديال، ممكن تتعامل معانا معامله البروكرز عادي، كلمنا كل يوم. لو اختار ما بين نفسي وما بينك هعترف